مساء الخير عليكم، يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويا رب دايما 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 نكون معاكم ونكون نقدر ان احنا نوفي ونستوفي كل الرسائل اللي انتوا بتبعتوها لنا او الردود على بعض المواضيع اللي بتطرح للمناقشة معانا على المسجات. معاكم النهارده انا احمد موسى، وان شاء الله هنتكلم على جزء من الحلقة اللي فاتت خاص بالتشريع كانت الناس طلبته، وهنتكلم عن البرلمان، بس مش هنتكلم عن البرلمان بطريقة بتاعت الفيديو، لا في فيديو صغير فيلم تسجيلي عن البرلمان والتاريخ اللي حصل للبرلمان وكفاح البرلمان. فيا رب يعجبكم، وان شاء الله دايما نحوز اعجابكم دايما، ومستنيين منكم كل حاجه انتوا عايزين تسالوا فيها، احنا جاهزين ان احنا نرد عليها. طيب التشريع، هنتكلم النهارده عن التشريع. طيب زي ما احنا كنا بنتكلم، التشريع دوت حاجه كبيره جدا، والتشريع ده تاني حاجه بعد الدستور. طيب احنا عندنا في مصر هنا بعض الحاجات او بعض القوانين الخاصه بالتشريع. في قوانين ساريه، وفي قوانين او تشريعات تم تشريعها لكن خلاص بعد فتره من الزمن بيبقى ليها مده معينه او زمن معين او احداث معينه بتبقى القانون ده مطبق فيها، وبعد ما بتخلص المده دي او الزمن ده القانون بيتم ايقافه او الغائه او تجميده. فاحنا عندنا في مصر تقريبا اكتر من 670 قانون ساري. احنا عندنا اكتر من كده قوانين، لكن الساريه واللي الناس شغاله بيها واللي القانونيين بيشتغلوا بيها يعني تقريبا 670 قانون. طيب عندنا يجي بعد القوانين في حاجه اسمها قرارات او قرار رئاسي او قرار رئاسه الجمهوريه. دي قرارات بتبقى رئاسيه، بتصدر من رئيس الجمهوريه او من مكتب رئيس الجمهوريه، خاصه ببعض المواضيع، يعني مثلا زي القوائم اللي تم تحضيرها للسجناء السياسيين. دي كانت اللجنه دي شكلت بقرار من رئيس الجمهوريه. فهنا ده قرار ساري. طب ممكن نقدر نقول كام عدد القرارات اللي طلعت من رئاسة الجمهورية أو من رئيس الجمهورية؟ بنتكلم حوالي على 2200 قرار رئاسي. فده عدد كبير جدا، بيخش في مواضيع كتير وبيخش في أماكن كتير وأحداث كتير قوي مهمة جوه مصر. طيب عندنا كمان في قرار لمجلس الوزراء وقرارات لرئيس الوزراء. طب بتختلف. رئيس الوزراء فرد، يعني رئيس الوزراء ده فرد بيطلع قرار زي رئيس الجمهورية أو الدرجة اللي بعد رئيس الجمهورية، خلاص. لكن في مجلس الوزراء كامل، المجلس ده رئيس مجلس الوزراء واعضاء الوزراء نفسهم بيطلعوا قرارات. فاحنا عندنا تقريبا بنتكلم فوق 350 قرار من مجلس الوزراء. عندنا بنتكلم تقريبا في 90 قرار من رئيس مجلس الوزراء بس. طيب عندنا طبعا في حاجات بعد القرارات او مجلس الوزراء او قبليها قرارات رئيس الجمهورية او قبليها القوانين السارية. عندنا الاتفاقات الدولية. احنا في مصر تقريبا بنتكلم ان احنا عندنا اكتر من 2000 اتفاقية دولية. طب الاتفاقيات دي بتحصل في ايه؟ الاتفاقيات دي ممكن تكون اتفاقيات اقتصاديه، يعني تكامل ما بيننا وما بين دول اخرى، زي اللي احنا كنا بنشوفها اخيرا مثلا ما بين الاتفاقات مثلا اللي كان بيعقدها السيد وزير النقل مثلا مع بعض الشركات دي تبع الدول. فدوله كذا مثلا لشركه كذا بتعمل معانا اتفاقيه مثلا في السكه الحديد، في مترو الانفاق، فدي اتفاقيات دوليه. فالاتفاقات دي ممكن تكون اقتصاديه، ممكن تكون سياسيه، ممكن تكون حاجات خاصه بحقوق الانسان، ممكن حاجات تكون خاصه بتبادل مثلا السجناء او المسجونين مثلا في الدولة دي أو الدولة دي. ممكن تكون حاجة خاصة بإتاحة مثلا استخدام مثلا مرفق معين، استخدام مثلا مجال جوي في حالة الحروب. فالاتفاقات الدولية دي بتنص على حاجات كتير جدا. فدي برضو كل دي من دواخل التشريع المصري. فده كان جزء الناس كانت بتسأل عليه وكانوا بيسألونا، طيب التشريعات أو القوانين المصرية دي إيه أو بتشتغل إزاي؟ طبعا القانون المصري هو ساري داخل حدود جمهورية مصر العربية. ما ينفعش ان انا اخد القانون المصري دوت واطبقه في دولة تانية. هو ممكن يكون متشابه مع دول، او يكون القانون بتاعي متشابه مع دولة تانية، بس ما ينفعش ان انا اخد القانون بتاعي واطبقه بره. ونفس الحكاية القوانين بتاعت الدول الاخرى ما ينفعش ان انا اطبقها عندي. تمام. فالقانون بيتم العمل بيه داخل حدود جمهورية مصر العربية. خلاص كده متفقين على التشريع. طيب هنسيبكم بقى للفيلم التسجيلي الخاص بالبرلمان، ويا رب يعجبكم، ويا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. في البدء كانت مصر. هنا بدأ كل شيء عرفه الإنسان. هنا ولد فجر الضمير الإنساني. هنا كانت أول دولة موحدة في التاريخ. منذ أكثر من 5000 سنة وتمضي الأيام والسنون ويدور الزمان دورته. البدايات كانت في نوفمبر عام 1824 وفي عصر محمد علي،
عندما أنشأ مجالس وهيئات هي أقرب للشورى، فأنشأ المجلس العالي. وفي سنة 1829 أنشأ محمد علي مجلس المشورة برئاسة نجله إبراهيم باشا. أما البداية الحقيقية لنشأة الحياة النيابية في مصر فكانت في عهد الخديوي إسماعيل، عندما أصدر أمراً إلى راغب باشا بتأسيس مجلس شورى النواب في 22 من أكتوبر عام 1866. مع بداية يناير 1879 كان التدخل الأجنبي صارخاً في شؤون مصر المالية، ولم يكن ضباط الجيش بمعزل عن غضب الأمة، ولم يتخلف الجيش يوماً عن شعبه، فالتاريخ يسجل له صفحات ناصعة في مطالبته بحقوق المصريين جميعاً بقيادة أحمد عرابي، عندما خرج على رأس قوات من الجيش في مظاهرة عابدين في سبتمبر 1881 في مواجهة الخديوي توفيق، مطالباً بتحقيق رغبات الأمة، وهي عزل وزارة رياض الاستبدادية وتشكيل مجلس نواب له سلطات وزيادة عدد أفراد الجيش. وخضع الخديوي لمطالب الجيش والأمة، وتم افتتاح أول جلسات مجلس النواب في 26 من ديسمبر 1881. للأسف لم تستمر هذه التجربة الديمقراطية الوليدة طويلا، فقد أجهضها الاحتلال الإنجليزي لمصر. استبدل الإنجليز مجلس النواب بنظام آخر بناء على اقتراحات اللورد دوفرين الذي تم تكليفه بتنظيم الديار المصرية بإنشاء مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. ومع هذه الاختصاصات المحدودة إلا أن أعضاء الجمعية وقفوا مواقف وطنية مشرفة، منها رفض مشروع مد امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى تنتهي سنة 2008 بدلا من سنة 1968. وأمام الضغط المستمر لأعضاء مجلس الشورى والجمعية العمومية، رأى الإنجليز توسيع اختصاصات مجلس الشورى بإضافة اختصاصات الجمعية العمومية إليه، وتسميتها الجمعية التشريعية. وشهدت قاعة الدستور اجتماع 32 من الشخصيات والخبرات المصرية لوضع دستور للبلاد. وصدر دستور 1923 والذي يعد وبحق دستورا متقدما بكل المقاييس، واشترط في مواده أن تحوز الحكومة على ثقة مجلس النواب للبقاء. في 28 من يناير عام 1924 شكل سعد زغلول وزارة برئاسته، فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب، وسميت الوزارة باسم وزارة الشعب. وفي يوم 25 من مارس 1924 افتتحت الحكومة البرلمان المصري في احتفال كبير، وألقيت خطبة العرش، وجاء افتتاح البرلمان المصري في دور انعقاده الثاني في 23 من مارس 1925 بحضور الملك فؤاد. وكانت المفاجأة انتخاب سعد زغلول رئيسا لمجلس النواب بعد أن كانت الحكومة قد زعمت خلاف ذلك، وكانت فضيحة مدوية. وطالب زيور باشا رئيس مجلس الوزراء فض المجلس بدعوى أن الملك رفض استقالته، في حين طلب حل المجلس، ولم يمضي على انعقاد المجلس سوى 9 ساعات، فكان أقصر برلمان في التاريخ. ويظل يوم تحطيم السلاسل خالدا في ذاكرة البرلمان المصري، ففي 23 من يونيو استصدرت وزارة إسماعيل صدقي مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر، ولكن الأعضاء صمموا على الاجتماع في نفس يوم إعلان التأجيل. وعندما وجد الأعضاء أبواب البرلمان مغلقة بالسلاسل، استدعى رئيس المجلس ضابط بوليس البرلمان وكلفه بتحطيم السلاسل، ودخل النواب المجلس. أني أحترم
الدستور وقوانين الأمة المصرية. دستور 23 تضمن في مواده أن يؤدي الملك اليمين القانونية أمام المجلس، وهو تقليد ظل معمولا به حتى الآن. الأمة المصرية حكومة وشعبا تحتفل يوم السبت 18 نوفمبر سنة 1939 بافتتاح الدورة البرلمانية العادية 15. حضرات الشيوخ، حضرات النواب، أحييكم وأحيي الوطن في أشخاصكم، وأعرب لكم عن ارتباطي بعودة البرلمان إلى الاجتماع. وكان يوم 8 أكتوبر عام 1951 يوما مشهودا في تاريخ مجلس النواب، عندما وقف مصطفى النحاس رئيس الوزراء أمام المجلس ليقول: يا حضرات النواب المحترمين، من أجل مصر وقعت معاهدة 36، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها. وبعد حريق القاهرة تم حل مجلس النواب في 24 من مارس 1952. وفي 9 من ديسمبر عام 1952 أعلن اللواء محمد نجيب في بيان للإذاعة سقوط دستور 1923 باسم الشعب. وفي 16 من يناير عام 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر مواد دستور 56. دستور 56 أنشأ برلمانا من مجلس واحد هو مجلس الأمة، وأرسى قاعدة جديدة لم تكن معروفة في الانتخابات السابقة، وهي الاستفتاء. فمجلس الأمة يرشح بالأغلبية المطلقة رئيس الجمهورية، ثم يعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. إنه الشعب العربي من الخليج إلى المحيط يبايع الرئيس جمال عبد الناصر ويعلن إرادته الحرة باختيار قائد الثورة العربية الشاملة رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. حصلت المرأة على حق الترشيح والانتخاب لأول مرة في تاريخها بموجب دستور 56، وأصبح من حق كل مصري ومصرية يبلغ من العمر 18 عاما أن يباشر حقوقه السياسية بما فيها الانتخابات. وجرت انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1957، ودخلت امرأتان لأول مرة البرلمان، وهما روية عطية وأمينة شكري. وافتتح الرئيس جمال عبد الناصر في 22 من يوليو عام 1957 أول برلمان بعد الثورة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وألقى الرئيس بعد ذلك بيانه التاريخي الذي قدم فيه للشعب حساب الثورة عن سنوات حكمها الخمس المشرقة في تاريخ مصر. أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة، إن التقاءنا بكم هنا أمل كبير طال انتظارنا له وطال سعينا لتحقيقه. مجلس الأمة المنتخب عام 1957 لم يكمل 7 أشهر من عمره حتى تم حله بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا. وبسبب الانفصال انتهى دور مجلس الأمة، وظلت مصر بدون برلمان منتخب حتى عام 1964 عندما صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة. اشترط دستور 64 أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، واشترط في من يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي التنظيم السياسي الوحيد. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى. وقام مجلس الأمة بدور كبير في دعم القيادة السياسية بعد نكسة 1967 لعبور الهزيمة. لا أظن أن هناك مجلسا شعبيا في تاريخ هذا الوطن وقف من قبل أمام مسؤولية من نوع وحجم وخطر المسؤولية التي يواجهها مجلسكم الموقر.
الزعيم جمال عبد الناصر صدق مجلس الأمة على قرار ترشيح محمد أنور السادات ليكون رئيسا للجمهورية. وفي 16 من أكتوبر تم إجراء الاستفتاء الشعبي، وقام السادات بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 20 من مايو عام 1971. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وطالب السادات المجلس بإعداد دستور دائم للبلاد. وفي يوم 11 من سبتمبر من نفس العام صدر دستور جمهورية مصر العربية، وقد تم تغيير الاسم من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب. وعقد المجلس أولى جلساته في 11 من نوفمبر 1971، وكان أول مجلس يكمل مدته الدستورية وهي 5 سنوات. وفي جلسة مجلس الشعب في 11 من نوفمبر عام 1976 أعلن السادات أن الوقت قد حان لكي تتحول المنابر الثلاثة إلى أحزاب. دخلت المعركة الانتخابية منابر، ولكن تصرفاتكم كانت أحزاب. طيب، ما نسمي الأسماء بمسمياتها وتبقوا أحزاب. أحزاب وسط ويمين ويسار. وكانت قاعة المجلس هي المكان الذي توجه إليه الرئيس السادات ليتحدث إلى الأمة عقب الانتصار العظيم في حرب أكتوبر عام 1973. القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. كما شهدت قاعة المجلس حفل تكريم قادة وأبطال حرب أكتوبر. وشهد عام 1980 ميلاد الغرفة الثانية للبرلمان، بعد أن وافق الشعب المصري على تعديل دستوري لإنشاء مجلس الشورى. وتم اغتيال السادات في يوم العرض العسكري في احتفالات أكتوبر 1981. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الحكم، وفي عهده تم حل مجلس الشعب عامي 84 و 1987 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية وسلامة قانون الانتخاب. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. كما حكمت المحكمة الدستورية بوجوب الإشراف القضائي في انتخابات برلمان عام 2000 على كافة اللجان العامة والفرعية.